السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معايا يا جماعة اختراع وحصري على قناتنا هنا، والله يا جماعة لذيذ لذاذة. وكمان هحولك نص كيلو اللحمة المفرومة لكيلو لحمة، وهتعملوا منه كمية كبيرة جدا من البرجر، وطعمه مش هقولك، جربيه وابعتيلي انتي وقوليلي في التعليقات. حطيناه في الكايزر اهو بالمنظر الجميل الشاهي ده، والكايزر ده طريقته موجودة في القناة، تقدري تدخلي تشوفيها. يلا بينا نشوف الاختراع بتاعنا. عندي نص الكيلو اللحمة اهو، بجيبه برضو حوالي تلته دهون. بجيب معايا او اقل من التلت. بجيب معايا هنا فول الصويا. فول الصويا بغسله في مصفى، ما بنقعوش، عايزاه ناشف زي ما هو، بغسله في مصفى ما بنقعوش عشان لو في ترابية او حاجة بينزلها. معايا كمان كوباية من الشوفان، برضو ناشف زي ما هو. انا حطيت الكوباية كلها يا جماعة، او اللي عايز يقلل معلقة كده منها يقلل. لو انتي مش عايزة عايزة الحاجات دي قليلة شوية، ممكن تقللي معلقة من الكوباية الاولانية ومعلقة من الكوباية التانية، لكن هي المقادير كده مظبوطة. هنحط التوابل بتاعتنا، بصل بودر او ده توم بودر وبصل بودر، والملح طبعا، والحاجة والفلفل، والحاجة اللي هتفرق معايا في الطعم اللي هي الكبابة الصيني وجوزة الطيب. هنعمل بشرة كده منها، هتخلي الطعم رايح في حتة تانية يا جماعة، طعم خرافة. التوابل دي ما تشيليش حاجة منها. طبعا بناخد المكونات بتاعتنا دي كلها وبنروح على الكبة، هنفرمها ناعم جدا زي ما هتشوفوا معايا. وطبعا بتكون محضرة بصل، نص الكيلو اللحمة عليه بصلتين متوسطين او بصلاية كبيرة قوي، بس ما بستخدمش حاجة تانية غير البصل. هنفرم بقى في الكبة معايا اهو عشان كل المكونات تتخلط ويبقى بيبقى عجينة، كأنه عجينة. بفرم على اخر درجة لما اوصله لدرجة ناعمة جدا. بتفرميه لوحده وبتحطي معاه البصل زي ما انتي حابة، بس المهم النتيجة تطلع زي ما احنا هنشوف دلوقتي بالطريقة دي. تقلبيه كويس قوي اهو. العجينة بتاعتنا اهي، هنعملها بقى راس على شكل البرجر. ممكن بتفتحي كيس تلاجة زي ما انا عملت كده، وبتكوريها وبتحطيها فيه وتبططيها بالمنظر ده كده. يا اما لو عندك علبة جبنة مثلثات بتجيبيها، بتحطي الكيس برضو فيها علشان يبقى سهل ان انتي تطلعي البرجر بتاعك. بتحطي الكيسة برضو زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وبتحطي برضو الكرة بتاعتك وبتبططيها في قلب العلبة علشان تاخد لو انتي مش قادرة تدوريها قوي على ايدك، بتاخد التدويرة معاكي بتاع العلبة زي ما انتي شايفة معايا كده. بالمنظر اللي قدامك، جايبة العلبة حطيناها فيها زي ما انتوا شايفين، ونعمل على قد القرص بتاعنا. شايفين طلع شكله ايه؟ ولا الطعم مش هقدر اقولك غير لما تجربي. الكمية بتاعتنا هتطلع كمية كبيرة جدا من البرجر، مش هتصدقي. الكمية ادتني حوالي 12 قرص، وكمان انا كنت متخنة الراس. لو انتي عايزة ترفعيها عن كده ممكن ترفعيها، بتحطيه في الفريزر
وبتطلعيه بيتحرك معاكي بكل سهولة، تقدري تلميهم وتحطوهم في كيسة تستخدميه في اي وقت انتي عايزاه. بتطلعي منه بتحمريه في الطاسة، بتجيبي الطاسة وبتديلها مسحة زيت او اي مادة دهنية عندك، ممكن ليا تكوني مسيحاها، بتحمريه فيها بالمنظر الرائع الشهي اللذيذ اللي قدامك ده. الطعم حكاية يا جماعة، جربوا وقولولي. عندكم حطيناه في الكايزر كده بالمنظر ده، والكايزر زي ما انا قلت لكم الفيديو موجود. لو عجبتك طريقتي اكتبي لي تعليق، وادعي لي دعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال، ودعموني يا جماعة بلايك وشير واشتراك في القناة عشان اعرف ان القناة لاقية قبول عندكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.